مغاربة تحت راية واحدة وتحت إمارة المؤمنين، كلنا مغاربة من شمالنا لجنوبنا ومن شرقنا لغربنا، وكلنا ضد الفساد. أي مادام الأخت كلمت على التمزغة فهي نوع من الفساد ومن إفساد إجماع المغاربة. أي حاجة كتضرب في إجماع المغاربة فهي فساد، وهي تعتبر من الأشياء التي يجب محاربتها. نعم للتغطية على الواقع، لتشتيت الأنظار ولتشتيت اللحم والضرب في إمارة المؤمنين والضرب في الإسلام. واكثر من ذلك عدم تسليط الضوء على الفساد اللي خرج، اللي زلزل الأرض من تحت أقدامهم على إثر هذه الحكومة الفاشلة بما تحمل الكلمة معنى. حكومة الجوع، حكومة يعني اللي في العز ديالها المغاربة ما عيدوش، حكومة البطالة، حكومة غنقول الاسترزاق وتمرير الصفقات. حكومة فاشلة، المطبلون خارج السرب. نحن مغاربة ولا ننتمي لأي أجندات ولا ننتمي لأي حزب، نحن من الشعب وإلى الشعب. قضي الأمر، تعريت بما تحمل الكلمه معنى، واش كتسحبوا المغاربه كديروا هكا زعما غادي تنجحوا؟ بقيتوا كتضربوا في جيل زاد، كتضربوا فيهم. تخرج لكم الخطاب الملكي اللي تفاعل مع يعني الشباب المغربي وعطاهم امكانيه يدخلوا الانتخابات، والدوله غتمول لهم الحمله الانتخابيه ديالهم، وما قدرتوش تفاعلوا مع الخطاب الملكي عاوتاني، ونطوا كالعاده كتضربوا فيهم. بلطجيه، نعم نقول على أن هناك بلطجية في الواقع كما أن هناك بلطجية في المواقع. الموقع التيك توكي ألا يوجد فيه بلطجية يشبهونكم؟ نعم، هذه حقيقة. نعم، كنتم بلطجية ولا زلتم. يا الله، تسبون المرأة المغربية، كل من يخالفكم من الرأي تسبونه بالسب والشتم وتنبشوا في التليفونات وإخراج الصور حيت تحبوا السيبة. ولكن أنتم شفتوا الحقيقة، القانون قلنا لكم راه هادشي اللي كديروا مخالف للقانون، وكنتمناو من الداخلية ومن السلطات ومن الشرطة الإلكترونية أن تتفاعل مع هذه اللايفات وهذه المنصات. إما تمشي معايا في نفس الرأي، إما التهديد على المباشر. الله أكبر، درتو دولة في التيك توك، دولة. إذن من له المصلحة في تشويه المهداوي الذي سرب هذه الفيديوهات الزلزال؟ يلا، هذه الحقيقة، وهادشي اللي خصكم تفعلوا معاه صافي. والخطاب الملكي غنبقاو نجبدوه إلى ما لا نهاية. ما الذي لديه الهدف من تحريف الخطاب الملكي؟ وكل من يروج أن الخطاب الملكي لا يلزم الشعب المغربي فهو خائن، ويضرب في الملكية ويضرب في مصلحة الدولة المغربية ويضرب في مصلحة الشعب المغربي. يلا، أكثر من هادشي ما كاينش صافي. تحياتي، خذي الكلمة. ودا معانا معكم، ولكن يلا فقط الكلمه الوحيد اللي ما تنخدمش فيه، راكي عارفه صوتي مع الصباح. تحياتي، خذوا الكلمه. هادي يلا. اذا الفساد، ملي كنهضروا على الفساد راه كنهضروا عليه بصفه عامه. اي حاجه كتفسد المجتمع، اي حاجه تسيء الى المجتمع، اي حاجه كتضرب في القيم والمبادئ ديال المجتمع، كنهضروا بصفه عامه على الفساد السياسي، على الفساد الاقتصادي، على الفساد المجتمعي، على الفساد الاخلاقي. الفساد يبقى فساد، الفساد سكتنا عنه فساد وعم البلاد. علاش انتم جيتوا ضد الاجماع المغاربه؟ علاش كتقولوا بان المغاربه مع هذا الشيء؟ لا 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 لا، المغربي عمره ما كان مع هذا الشيء، المغربي ما عمره ما غيكون مع هذا الشيء. المغربي دائما ان لم يحارب في العلن حارب في الصمت، ومن لم يغير من لم يغير المنكر فذلك اضعف الايمان بقلبه، وحنا نغيره بلساننا ونتكلم ونتحدث. اي مولاي تتحدثين عنه؟ قال لي يا مولاي نضرب التليفون مع الحيط ونشري تليفون عادي. انا لكم بالمرصاد. مولاي لا تهتمي يا مغاربه التحديات، مولا راسو. لا تهتمي. انا لا يشرفوني باش تكون مولاي، فهمتي؟ مولا راسو، فهمتي؟ انا لكم بالمرصاد. عرفتي انا باش كنهضر معاك؟ ياك ما تسحب لك ايفون سامسونج مهرس صافي. مضروب ديجا مضروب. والله مهرس قسما برب العزه.
ما نخسر عليكم الايفون، الايفون وكنشوف نعم. الصوت ليه. نعم. فهمتي؟ نكملوا مع هاد اللي كيقولوا لك لا خاصك تهضري على لا حدي موضوع. لا، الموضوع الفساد راه عام، راه فيه هاد الناس اللي كيهضروا بالعرقيه. نعم، اللي كيهضر بالعرقيه. نعم، اللي كيهضر بالعرقيه يفسد في المجتمع، اللي كيهضر على سوء الاخلاق وكيشجع هادو راه يفسد في المجتمع، اللي كيساند حكومه فاسده وبالفساد ديالها وصبح بالعلالي وشموا العالم شم الفساد السياسي وانتم ما شميتوش. العالم شم الفساد الصحفي والجسم الصحفي المنخور وانتم ما شميتوش. اذا الى اين هادشي؟ راه ما كيديرش لشي حاجه مزيانه، راه كيدير الخراب وكيدير الشتات وكيدير التفرقه وكيدير سقوط دول. اذا حنا خاصنا نحاربوا هذا الفساد كشعب مغربي وباجماع المغاربه، و99 من المغاربه مع محاربه الفساد، الا الشرذمه المنتفعه من هاد اصحاب المنصات، والا الشرذمه المنتفعه من هاد الوجوه الكئيبه وهاد الوجوه البائسه اللي كاينه دابا في الصوره التي تقف على سطح المجتمع المغربي. استعمال المنابر الدينيه لاسقاط الاصوات المزعجه. دابا اللي جايبين لنا هذا الرجل دين الفراري مثلا ما محله من الاعراب. يلا كارثة بما تحمل الكلمة بمعنى. إن استعمال المنابر الدينية لإسكات الأصوات المزعجة لا يمت لهذا الرجل بصلة لا بالدين ولا بالأخلاق، بل هو توظيف مكشوف لخدمة حسابات لا علاقة لها بالمصلحة العامة. من المخجل تحويل قضية مرتبطة بتسريب فاضح وانتهاك للكرامة إلى هجوم شخصي هدفه تبرئة الأطراف المسؤولة وصرف الانتباه عن المساءلة. من كان بالأمس طرفا في ملفات ثقيلة تم استفادة من العفو لا يملك اليوم تفويضا أخلاقيا لاتهام المواطنين في نياتهم أو توزيع صكوك الوطنية والإيمان. إن أي محاولة لشيطنة المهداوي أو غيره لن تلغي السؤال المركزي عن التسريبات ومن يسعى لإفلات من الفساد ومن المحاسبة. ندعو كل من يعتمد خلط الدين بالصراعات الإعلامية إلى إدراك أن الرأي العام لم يعد قابلا للابتزاز ولا مستعدا لتلقي الدروس من أطراف فقدت مصداقيتها بسلوكها قبل خطابها. هذه هي الحقيقة، بغيته ولا كرهته يا رجل الدين. يلي في اول كلمه ديالك قلتي انا لن اسلط الضوء على اللجنه وعلى التسريبات وعلى الفيديوهات التي خرجت، انا ساسلط الضوء على المهداوي. جبتي الفيديو قعدتي كتحلل فيه حرف حرف. كارثه انا جديده دمرتي راسك. فاذا كل تضامن نعيدها ونكررها، كل تضامن مع المهداوي مواطن مغربي بغيته ولا كرهته رغم الاختلاف. حنا شفنا ديك الروينه لاحقاقا للحق، حنا مع الحق. نعم للشفافيه، نعم لمحاكمه عادله، ونعم لمحاسبه هؤلاء المستنقع اللي فعلا ضرب الجسم الصحفي وضرب السلطه الرابعه بعرض الحائط. يعني هم يقومون اللي جاهم على خاطرهم يعطيوه بطاقه الصحافه، واللي ما جاهمش على خاطرهم يحيدوا له البطاقه الصحافه. تفضل الاخت، تحياتي. اذا حنا ملي كنهضروا على الفساد فهاد الصوره غير مجرد للتعبير، هادو لا يساوون شيئا في المجتمع المغربي، هؤلاء نكرات. هذا العفن وهذا العفن الذي طافح على وجه منصات التواصل الاجتماعي، عفن بكل ما تحمل الكلمه من معنى. عفن ثم عفن وقزازه. هذا الشيء انا احس واشعر بالتقزز من فقط النظر الى هذه الصوره هذه. انا وضعت هذه الصوره هذه كمثال لما وصل اليه والحد الذي وصل اليه الفساد في بلادنا السعيد، والتغطيه على الفساد والتصفيق للفساد وللمصيبه والكارثه العظمى. والساكتون عن هذا الفساد هم اليوم من رايناهم على مشانق الفساد، ما رايناهم على مشانق وسنراهم على المشانق بإذن الله، لأنهم شجعوا هذا النوع من الفساد، سواء الفساد
المجتمعي الاخلاقي، سواء الفساد السياسي ولا الفساد الصحفي. كما قالت الاخت كل التضامن وكل التضامن مع حميد المهداوي. انا اعيد واكرر رغم اختلافي الشديد معه في جل او معظم او كل افكاره وكل توجهاته بالنسبه فيما يخص الدوله وفيما يخص سياسه الدوله الخارجيه، انا ضده تماما. ولكن في هذه الحاله انا تضامني لا مشروط مع الرجل، تضامني لا مشروط مع هذا الصحفي، تضامني لا مشروط مع كل من اعتاد ومن تعرضوا للاعتداءات ومن تعرضوا للظلم ومن تعرضوا للتظلم. كل تضامني لا مشروط مع هاد الناس، كل تضامني لا مشروط مع الناس اللي يحاربوا الفساد معهم. نعم زهرة الحياة قال لك إلا جيتي للحقيقة خاص المرأة ما يكونش عندها التيك توك على حسب المرء ابن بيئته. انت كتستخدمي ديك موقع التواصل، راه موقع تواصل اجتماعي بحال فيسبوك بحال يوتيوب، وحنا ما غنبقاوش في زمن الستينيات. زهرة انت على حسب انت كيفاش غتستعملي هذا الموقع هذا. تكلم حتى اراك. دابا انا ملي تكلمت غتعرفي الاصل ديالي ياكي. كذلك واحد الانسان مشينا عندها تدعي على ان مغربيه يعني كتفاعل في ذاك الموقع من السمطه لتحت، اذا هذيك راه بنت المستوقع، هذيك راه بنت زرعت البدويه، زرعت هاد الصوره هذه اللي كنشوفوا فيها. هادو هما خوتها، هادو هما والديها، هذا هو المجتمع اللي عاشت فيه. اما الانسان اللي عاش كيطرح مواضيع اللي فعلا حنا عشنا على الصدق والمصداقيه وعلى الحقيقه. ما يمكنليش انا نحرف الحقيقه. علاش؟ مثلا الخطاب الملكي، انا واش ملي كيقول الشعبي العزيز انت ما غاديش تفاعلي معاه كخطاب ملكي؟ راه ليس شرطا ان تكون محللا سياسيا او بارعا في التحليل باش تقوم باش تلتقط الرسائل. المملكه المغربيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل اخي. اختي مغربية التحديات، انت واش ضد الملكية ولا كيفاش؟ الله اكبر، واش الملك من المملكة المغربية الشريفة، من مغرب التحديات، مغرب الجمال، مغرب الكفاءات، مغرب الاستثمارات الكبرى، مغرب الأحرار. هذه راه ديالي هذه. أنا أتفاعل مع الأحداث. أنا أتفاعل مع الأحداث الشريف. فاش ضرك هذا الكونسيبت ديالي وهذا الديسكور ديالي؟ فاش ضرك انت كابن المملكة؟ ما يضرني انا دايز سمعت. وعلاش طرح عليا هذا السؤال؟ اشنو الدافع اللي تخليك تطرح عليا هذا السؤال؟ اشنو شفتي فيا انا تا خلاك قلتي واش انت ضد الملكيه؟ فين كاين اين يكمن هذاك الشيء اللي قلت باش خلاك تاخذ عليا هذه الفكره هذه؟ كنقول انا مع المهداوي. هضرت لا انا مع هذاك الراجل السيد هذاك الراجل. وجيل زاد مالو ماش داروا لك جيل زاد؟ مال جيل زاد ما جابوش لك شكون اللي صنعوا؟ جيل زاد ماشي هما اللي جابوا لك ديك الميزانيه التي ضخت في منظومه الصحه والتعليم. دابا خلينا منظومه الصحه والتعليم وشنو نفقوا عليها. دابا جاوبني شكون اللي خلق جيل زاد؟ معك بلاتي مغاربه التحديات ابن المملكه. بعد اولا لا يحق لك انك تتهم الاخت مغاربه التحديات. لا ما عندي ما تساهم فيها. اسمعني وخليني نتكلم. خليني نتكلم. شكون انت بعدا وشكون عطاك الحق وباي صفه انك تطلع وتتهم واحد المواطنه مغربيه على انها ضد الملكيه؟ واش انتم كتخدعوا الناس كديروا التهديد والترهيب؟ واش ولا عندنا النظام الكربولي هنا في تيك توك؟ ولات دوله بوليسيه دوله تيك توك؟ لا ما عندكش الحق تتهم الاخت انها ضد الملكيه. بلاتي كيفاش بلاتي؟ هذا الترهيب ما ديروش علينا حنا، فهمتي؟ نعاودوا بحالنا. منين جيتي؟ منين؟ دار جيل الزيد واش خلي لا جينيراسيون زيد خليها اباغ. علاش طلعتي واتهمتي الاخت باي حق؟
ما كتعرفش حقرونا، ما عرفتيش صوت حقرونا، ما كتعرفهاش. حيت قلت ليه انا مع جيل زاد، انا مع جيل زاد، حيت وليداتنا، حيت الشباب شفتهم بعيني. جيل زاد فين كان في 2022 في 2023؟ علاش ماشي شغلك انت واش غتعطيه، وانت تعطيه انت السنوات فوقاش خصو يخرج، بغا يخرج دابا راه غادي يخرج، ما كيهمكش نتايا واش شغلك. يخرج دابا انا معاه، لا خرج دابا انا معاه. ماشي شغلك انت دابا، ماشي شغلك كيفاش نتايا، شكون انت؟ علاش يخرج دستوري وهذاك حقه، الشباب مارس حقه الدستوري. لا عليك ما تكونش عاو كتزقود، ما يقودوكشي. ابن المملكة صاحب الجلالة تفاعل، اسمعني، ابن المملكة صاحب الجلالة تفاعل مع جينيراسيون زاد. جلالة الملك تفاعل في الخطاب الملكي الذي قاله في قبة البرلمان، وكذلك تفاعل مع جينيراسيون زد من يخرج هو الأمير مولاي الحسن، وتفاعل معهم على المباشر. أعلى سلطة في البلاد تفاعلت مع المطالب المشروعة للشعب المغربي. فهمتيها ولا ما فهمتيهاش؟ وسير قول جلالة الملك لماذا تفاعل مع جينيراسيون زد؟ لا جينيراسيون زد شباب مغاربة من أرض الواقع ومن أرض الوطن ومن أرض المغرب، خرجوا كيتكلموا على حقوق مشروعة. بارك عليكم من التشيات، بارك عليكم من الترهيب، بارك عليكم من التهديد على المباشر. ما غاديش تخلعونا الكلاب الضالة خدام إسرائيل. يلا سير طلعي. ما فهمتش. وانا شفت هنايا الكلاب الضاله، وشفت الذريعه تاع تمولينيكس، وشفت العينه تاع تمولينيكسات طالعين هنايا وتيكتبوا في التعليقات وتيهاجموا الاخوات وتيهاجموني انا في التعليقات. الجريده كنعرفك عند الوحده عند مغاربه الوحده الترابيه، ولكن اختي راك انت في واد ونحن في واد. باش تقولي ما كتعرفينيش من انت، كتبقاي مغربيه بحالك، عندك حق تكلمي على، عندك حريه التعبير وانا كذلك. علاش غتجيو تصادروا الكلام ديالنا؟ علاش غتجيو حنا في الاطار وتصوبوا الطريقه الكلام ديالنا؟ تحريف ديال الخطاب الملكي. قال لك ثاني ما تفاعلش مع الزاد، تفاعل قال لك مع الشعب المغربي. هذيك الميزانيه التي ضخت في منظمات الصحه، يا ربي في منظومات الصحه ومنظومات التعليم، شكون سلط عليها الضوء؟ شكون سلط الضوء على الفساد الذي ينخر المستشفيات وينخر منظومه التعليم؟ يلا، والعداله الاجتماعيه شكون؟ نتوما يا المنبطحين. شباب مغربي بغيتو ولا كرهتو. بلاتي مغاربه مجاوبه اختي، لا تجادلني في عشقي للودادي او للرجاء او للكوكب المراكشي. سمعني، لا تجادلني في عشقي للودادي. قلتي اين هو هذا التفاعل من يخرج جلاله الملك وضخ ميزانيه ماليه عندهم الحق الشباب الغير المنتمون انهم يمارسوا السياسه. جلاله الملك تكلم على المستشفيات والفساد اللي وقع في الصحه، وتكلم كذلك على الفساد اللي وقع في التعليم. جلالة الملك خرج شخصيا يتفاعل مع المطالب المشروعه للشعب المغربي اللي يمثلوا لا جينيراسيون زد. ولا جينيراسيون زد شباب مغاربه تكلموا من ارض الواقع ومن ارض المغرب ومن قلب المغرب. بارك عليكم، ما تبقاو تتشيطنوا في الشباب المغربي. راكم قلتوا لهم جينيراسيون الزبيل، جينيراسيون الكلام الخايب اللي ما نقدرش انا نقولوا، وانتم ما عمركم جيتوا لهذا اللايف واليوم جيتوا تتنابحوا بحال الكلاب الضاله. علاش؟ حين ضرب لكم في مقتل، حين حنا اصوات الحق تنغبروا، ولكن تنجيو بالمفيد وبالدليل. واحد طلع على المباشر يتهم الاخت حقرونا وما ادراك ما حقرونا، معروفه. انتم ضد الملكيه، انتم يا الكلاب الضاله الذين تخدمون اجنده خارجيه وخدام اسرائيل، خدام الصهاينه، وخدام كذلك النظام الكبرناتي، النظام المجرم الكرغولي. لان جلاله الملك فاش خرج بخطاب ملكي سامي للصلح ولفتح الحدود للمصلحه العامه ولمصلحه شعوب المنطقه ولمصلحه الشعب المغربي، وانتم يا الكلاب الضاله تخدمون اسرائيل وامريكا وفرنسا والغرب كذلك، تريدون يعني خلق واشعال فتنه واشعال حرب مباشر ما بين الجزائر والمغرب. والمغرب غادي في التنميه وغادي في التنميه البشريه وفي التنميه ديال جميع القطاعات. ما يمكنش المغرب يدخل في حرب، ماشي في صالحنا. الا دخلنا الحرب غادي نحسموها وغادي نغلبوا الكراغيله كما العاده والتاريخ يشهد، ولكن ماشي في صالح المغرب انه يدخل في حرب مباشره. عندنا دابا تحديات، عندنا كاس افريقيا، عندنا كاس العالم. المغرب غادي في الطريق الصحيح، ولكن يا الكلاب الضاله انتم يا خدام اسرائيل ما كتشوفوش الرؤيه الملكيه والمصلحه العامه للشعب المغربي، واجي يقولوا انتم ضد الملكيه. تحياتي.
إذا حين يرتفع صراخ المعلقين فهذا يعني أن الحقيقة أصبحت قريبة. من يقول أن الخطاب الملكي لم يتفاعل مع جيل زاد فأنت كذاب ومحرف للحقيقة. أول مرة في تاريخ المملكة كيتعطى للشباب دون 35 سنة فرصة للانتخاب دون الانتماء إلى الأحزاب، مع الدولة غادي تمول لهم، غتعطاهم ميزانية لتمويل حملاتهم الانتخابية. هذا المكسب جاء على إثر ماذا؟